السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوط أول للنادي الأهلي ضد طلائع الجيش. من أسوأ ما يكون من النادي الأهلي، شوط أول من أسوأ ما يكون للنادي الأهلي في خلال الموسم اللي احنا بنلعب فيه ده. شوط بصراحة ما شفتوش قبل كده للنادي الأهلي خالص، مفيش لا روح ولا في هجمة ولا في أي حاجة خالص. كله كان لعب عشوائي، كلهم كانوا بيلعبوا على خط واحد. كان كل اللعب بصراحة وكل الفرص كانت لنادي طلائع الجيش. كان ممكن يسجل هدف أو اتنين لولا عدم التوفيق. انما النادي الاهلي ما كانش فيه اي حاجه خالص في الشوط الاول. ما كانش الا فيه فرصه في اخر الشوط خالص، في الدقيقه حوالي 46 في اخر الشوط، اللي محمد شريف اللي لعبها براسه خارج المرمى. غير كده ما كانش فيه اي حاجه خالص. بعد كده يبدأ الشوط التاني في الدقيقة الأولى، في الدقيقة 46 اللي هي الدقيقة الأولى يعني من الشوط التاني. بتسديدة قوية جدا من محمد مجدي قفشة، بتسديدة من حوالي 22 متر، ويسجل الهدف الأول. جون بصراحة كويس جدا جدا جدا. محمد مجدي قفشة قدر إن هو يحط جون كويس جدا. كان في كورة خطيرة جدا في الدقيقة 58 لنادي طلائع الجيش عن طريق إسلام محارب. قدر ان هو يعني كان شبه انفراد كده بجون النادي الاهلي كابتن شوبير، لكن كابتن شوبير قدر ان هو يطلع من مرماه ويقوم بدور الليبرو من على خط ال18 ويشوط الكرة بدماغه لبعدها عن مرماه خالص. لكن اسلام محارب بدل ما جاي يشوط الكورة، فبدل ما يشوط الكورة قدر يعني ما شاطش الكورة خالص وشاط وش كابتن شوبير، ويتصاب كابتن شوبير في مناخيره. يعني إصابة يعني هي الحمد لله مش إصابة قوية يعني، بس الحمد لله يعني هي إصابة خفيفة يعني الحمد لله. بعد كده في كذا تغيير حصل للنادي الأهلي. نزول طاهر محمد طاهر وخروج القندوسي. بعد كده نزل رامي ربيعة وخروج ياسر إبراهيم. وبعد كده نزول كهربا وخروج محمد شريف. وبعد كده نزول كوكا وخروج أليو ديانج. بعد كده نزل سافيو مكان أحمد عبد القادر. في الدقيقة 87 جه ضربة جزاء للنادي الأهلي. ضربة جزاء للنادي الأهلي لأنها تسببت إن يعني جت في إيد مدافع نادي طلائع الجيش في إيده، فمحمود البنا احتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد الرجوع للفار. شاطها عمرو السولية. بصراحة شاطها بطريقة كويسة جدا جدا جدا. ضربة جزاء مثال يعني، شاطها بطريقة مثالية جدا لضربة الجزاء عمرو السولية. بعد كده جاء كورة تانية برضو ضيعها عمرو السولية بصراحة بطريقة غريبة جدا. كان ممكن ان هو يحرز الهدف الثالث والهدف التاني له، بس بصراحة شاطها بره الجون. بعد ما محمد طاهر مررها له بطريقة كويسة جدا، لكن عمرو السولية شاطها بطريقة بصراحة مش كويسة كده وخرجت بره الجون. ولينتهي الشوط الثاني للنادي الأهلي ضد طلائع الجيش بنتيجة 2-0. يا ريت لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.